بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن انقسام البيت الأيوبي والحملة الصليبية الرابعة وانحرافها نحو القسطنطينية. وقبل الحديث عنهما لابد من عرض العناصر التي سوف نتحدث عنها، وهي انقسام البيت الأيوبي، مصر في عهد العزيز عثمان، العادل وتوحيد الدولة الأيوبية، تطور الحركة الصليبية واتجاهها نحو مصر، العادل والحملة الصليبية الرابعة، حنا دبريين ملك بيت المقدس. انقسام البيت الأيوبي. لا شك أن وفاة صلاح الدين الأيوبي عام 1193 ميلاديا تركت آثارها البعيدة على مستقبل العلاقات بين المسلمين والصليبيين لفترة طويلة تالية امتدت ما يزيد عن نصف قرن من الزمان. كانت كافة الغزاة فيها هي الراجحة، وإن لم يتحقق لهم خلالها أي نصر حاسم، رغم أنه كان بمقدور الصليبيين الإفادة من الوضع السياسي المتردي الذي أمست عليه الجبهة الإسلامية في أعقاب هذه الوفاة. فقد انقسم ملك صلاح الدين بين أبنائه وأخواته وأقاربه، فاعتلى عرش السلطنة في مصر أصغر أبنائه وهو العزيز عثمان، بينما حكم الأفضل ابن صلاح الدين دمشق وجنوب بلاد الشام، واستقر ابن ثالث هو الظاهر في حلب، وتم توزيع بقية المملكة على أخيه العادل سيف الدين وبقية أفراد الأسرة. وكان أمرا طبيعيا أن يقترن هذا الانقسام بالضعف لما صاحبه من النزاع المستمر بين أفراد البيت الأيوبي. وكان من أبرز الأمثلة على ذلك الصراع بين الأخوين العزيز في مصر والأفضل في دمشق، وهم طرف الهلال الذي حرص نور الدين محمود ومن بعد صلاح الدين على تحقيقه حتى يتوج دويلات الصليبين بالساحل، أو ما دار بين الأفضل والظاهر من ناحية وعمهما العادل من ناحية ثانية، وهكذا. ورغم بعض الهجمات المتفرقة التي كان يقوم بها هذا الأخ أو ذاك على المدن الصليبية في بلاد الشام، إلا أن الافتقار إلى القائد وغياب الوحدة أفقد هذه الهجمات فعاليتها من قبل قريناتها على يد صلاح الدين. بل إن الصليبيين أيضا على الرغم من ضعفهم الذي كانوا عليه وانقسامهم على أنفسهم، إلا أنهم نجحوا في استرداد بيروت ثانية من المسلمين، ولهذا لم يقدر لأي من الجانبين أن يستغل فرصة الضعف الداخلي لدى خصمه لتحقيق نجاح كبير لنفسه. مصر في عهد العزيز عثمان. حكم العزيز عثمان مصر قرابة 5 سنوات، ويلاحظ أنه ولد في القاهرة، وهو بذلك يعد أول حاكم من بني أيوب يولد في مصر ويتولى حكمها. وقد أشادت المصادر باستقامة حكمه وعدله في الرعية، حيث حاول أن يسير على نفس السياسة التي وضعها أبوه صلاح الدين، التي تهتم بتنظيم شؤون الدولة الإدارية والمالية والعسكرية. وعلى الرغم من أن مصر ظلت في عهده كما كانت في عهد أبيه قلب الدولة الأيوبية، إلا أنها تعرضت في عهده لأزمة اقتصادية بسبب انخفاض فيضان النيل في العام الثاني من حكمه عام 1194 ميلاديا، وترتب على ذلك غلاء في الأسعار واختفاء السلع من الأسواق، ثم المجاعة. ويعد التقرير الذي كتبه عبد اللطيف البغدادي الذي كان طبيبا وعالما وزار مصر في أواخر أيام صلاح الدين وعاصر هذه المجاعة من أفضل ما كتبه عنها، حيث كان شاهد عيان بها، وسجل حوادثها في كتابه الإفادة والاعتبار، وهو يتحدث في هذا الكتاب عن غلاء الأسعار وندرة المحاصيل لدرجة أن الناس كانوا يذهبون إلى الحقول ويأكلون الفول وهو أخضر. وترتب على هذه المجاعة الوباء وكثرة عدد الموتى في الطرقات الذين لم يجدوا من يواريهم التراب، وخرج الناس إلى المدن على أمل أن يجدوا مأوى، فمنهم من خرج إلى الشام ومنهم من خرج إلى الحجاز وشمال إفريقيا. وكانت هذه المجاعة ضربة عنيفة حلت باقتصاد مصر في عهد العزيز عثمان، ويبدو أن انشغال العزيز عثمان بنزاعه مع أخيه الأفضل لم يساعده على سرعة وضع حد لتلك الأزمة التي أثرت على أحوال مصر تأثيرا خطيرا. على أن العزيز ما لبث أن توفى عام 595 هجريا 1198 ميلاديا، حيث سقط من فوق جوادي قرب الأهرام وأصيب بجرح، ومات تاركا طفلا صغيرا هو الملك المنصور ناصر الدين محمد، وكان في 10 من عمره. لذلك رأى سائر الأمراء في مصر استدعاء العادل لحكم مصر، ولكن هناك فريق آخر من الأمراء وعلى رأسهم المماليك الأسدية والصلاحية كانوا يخشون من بأس العادل، ورأوا من الأفضل استدعاء الأفضل نور الدين علي من سرخد،
وحدث ذلك بالفعل، حيث سلموه مقاليد الأمور في مصر في يناير 595 هجريا 1198 ميلاديا. العادل وتوحيد الدولة الأيوبية. كان العادل قد شارك صلاح الدين حروبه، ولعب دور كبير في المفاوضات التي دارت بين صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد. وقد اضطر العادل في بداية عهده أن يحدد الهدنة مع الصليبيين نظرا للمشكلات السياسية الداخلية التي كانت تحيط به من جانب أبناء أخيه وأقاربه. تطور الحركة الصليبية واتجاهها نحو مصر. يدل الاتجاه العام للحركة الصليبية منذ بداية القرن السادس عشر للميلاد السابع للهجرة على أن مصر أصبحت موضع اهتمام دعاة الحروب الصليبية وزعمائها، بعد أن آمن الصليبيون بالشام وأنصارهم في الغرب الأوروبي بأن مصر غزت مركز المقاومة الحقيقية في العالم الإسلامي ضد الحركة الصليبية. وأنه منذ نجاح نور الدين في توحيد مصر والشام في إطار جبهة واحدة، والصليبيون شبه مطوقين بالمسلمين، هذا فضلا عما أثبتته التجارب فعلا من أن الأيوبيين كثيرا ما اعتمدوا على مصر ذات الموارد البشرية والمالية الضخمة في الحصول على الإمكانيات التي مكنتهم من ضرب المسلمين بالشام. وبعبارة أخرى، فإن دعاة الحركة الصليبية والمتحمسين لها وصلوا في نهاية القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر إلى نتيجة حاسمة، وهي أن مفتاح بيت المقدس توجد في القاهرة، وأن عليهم البدء بمصر أولا إذا أرادوا تحقيق أهدافهم في فلسطين والشام. وظهرت هذه العقيدة بوضوح في أقوال زعماء الحركة الصليبية ودعاتها، فهم حينا يشبهون مصر بأنها رأس الأفعى، وأحيانا يشبهونها بالقلب في الجسم، إلى غير ذلك من التشبيهات العديدة التي فاضت بها كتب دعاة الحروب الصليبية في أواخر العصور الوسطى. العادل والحملة الصليبية الرابعة. أصبحت مصر منذ بداية القرن الثالث عشر الميلادي تستأثر بجهود الصليبيين، ووضعت الخطط الخاصة بجميع الحملات الصليبية على أساس الاتجاه ضد مصر لضرب الوطن العربي الإسلامي في قلبه النابض. من ذلك أن الحملة الصليبية الكبرى تجمعت في الغرب الأوروبي في أوائل القرن الثالث عشر لمحو آثار حروب صلاح الدين في الشرق واغتصاب بيت المقدس مرة أخرى من أيدي المسلمين. وكان أن تقرر أن تكون مصر بالذات هدف هذه الحملة بغية إنزال ضربة قاصمة بها، بوصفها مركز المقاومة الحقيقي ضد الصليبيين بالشام، والمخزن الكبير الذي استمد منه الأيوبيين مواردهم بالشام والمادية في محاربة الصليبيين. وبعد أن تحددت وجهة الحملة نهائيا، اتصل الصليبيون بالبندقية لتقوم بإعداد السفن اللازمة لنقل الصليبيين إلى شواطئ مصر. ولكن البنادقة الذين كانوا يغلبون دائما مصالحهم الاقتصادية والتجارية على الصالح الصليبي انحرفوا بالحملة الصليبية عام 1204 ميلاديا نحو القسطنطينية، وهاجم الصليبيون تلك المدينة المسيحية واستولوا عليها بحجة سياسة الدولة البيزنطية في عرقلة المشاريع الصليبية بالشرق. وكان لتحول هذه الحملة نتائج خطيرة، حيث اجتذبت الدولة اللاتينية الجديدة كثير من العناصر الصليبية التي كانت تتجه من قبل إلى الشرق الأدنى الإسلامي. بل لقد رحل كثيرون من صليب الشام إلى القسطنطينية وبلاد اليونان بعد إنشاء هذه الدولة، مما دفع ذلك بيت المقدس إلى تجديد الهدنة مع الملك العادل أبي بكر في عام 1204 ميلادية. ويقول بعض المؤرخين إن سياسة الملك العادل كان لها شأن في تحويل هذه الحملة الرابعة عن مصر والشام إلى القسطنطينية، وأنه أرسل إلى البندقية في ذلك الحين سفارة تحمل إليها بعض الهدايا ووعودا بأن تمنح تجارة البندقية مزايا استثنائية، مقابل أن يبذل الدوق هنري داندلو نفوذه لإبعاد الحملة عن مصر. ومع أن بعض آخر من المؤرخين يشك في صحة هذه الرواية، وذلك أن العادل رجل سياسي وكان يؤثر دائما استعمال الوسائل الدبلوماسية دون الحرب لحل مشكلاته المختلفة. كذلك كان العادل قد عقد في عام 1202 ميلاديا معاهدة تجارية مع البنادقة منحهم فيها كثير من المزايا التجارية في الإسكندرية وغيرها من ثغور مصر، مقابل أن تتعهد البندقية منع أي حملة تريد الوصول إلى مصر. ومع هذا فقد كانت الروح الصليبية لا تزال
أقوى من هذه المعاهدات والوسائل السلمية، وكان البابا يصدر دائما الأوامر المشددة لمنع التجارة مع مصر، ويحرم أن تباع إليها بعض السلع الهامة المتصلة بالحرب وإعداد الجنود وصنع آلات حربية مثل الخشب والحديد والأسلحة والرقيق. كانت أحداث هذه الحملة مزجا بين المأساة والملهاة، فقد نجحت هذه الحملة التي قامت عام 1204 ميلاديا، ولكن نجاحها كان على حساب بيزنطة، حيث كان الهدف المباشر لهذه الحملة هو مصر. وفي سنة 1203 ميلاديا توجهت مختلف الفرق الصليبية إلى البندقية حتى تنقلهم سفنها إلى الموانئ المصرية، ولكنهم بعد سنة من هذا التاريخ كانوا يفرضون حصارهم على القسطنطينية بدلا من القاهرة. لقد استطرت نقليات أحداث الحملة الصليبية الرابعة منذ بدايتها حتى نهايتها الفاجعة خلف ضباب كثير من الحيرة والشك، فقد استمرت الاتهامات المضادة بين الصليبيين حول حقيقة ما حدث أثناء احتلال القسطنطينية، ولكن بعد الذي لم تعجبهم الإغارة على القسطنطينية واصلوا سيرهم حتى بلاد الشام، وبالتعاون مع القوات الصليبية المحلية شنوا هجوما ضئيلا على ثغر رشيد ومدينة فوة. وسرعان ما سعى عموري الثاني يطلب عقد الهدنة مع السلطان العادل في سبتمبر عام 1204 ميلاديا لمدة 6 سنوات. كان جنوح الطرفين للسلم واضح، لأن عموري الثاني ملك بيت المقدس لم يكن يأمل في قدوم نجدة أو معونة حربية من غرب أوروبا، وذلك لأن استيلاء الحملة الصليبية الرابعة على الإمبراطورية البيزنطية جعل من أقاليم الإمبراطورية مرتع لكل مغامر أو طامع صليبي. كان السلطان العادل الأيوبي يفضل عدم القتال نظرا للمكاسب التي توفرها حالة السلم التي تحقق ازدهار التجارة والعلاقات الاقتصادية الرابحة. كذلك كانت المتاعب الداخلية التي واجهها السلطان العادل الأيوبي سببا في رغبته في عقد الهدنة قبل شهرين من انتهائها في يوليو عام 1210 ميلاديا. حنا دبريين ملك بيت المقدس. ظهر على مسرح الحوادث شخصية جديدة، هي الملكة ماريا ابنة عموري الثاني التي خلعت أباها على عرش مملكة عكا الصليبية. وكانت هذه الملكة الشابة قد تزوجت بكهل في 60 من عمره، وهو حنا دبريين الذي كان بطل الحملة الصليبية الخامسة. وكانت أول أعمال الملك الزوج أن جدد الهدنة مع السلطان العادل الأيوبي لمدة 5 سنوات جديدة تبدأ من يوليو 1212 ميلاديا. وانتهز الملك الصليبي فرصة الهدنة وأرسل إلى الغرب أوروبا يطلب إعادة حملة صليبية جديدة بحيث تصل إلى فلسطين بعد انتهاء مدة الهدنة، وذلك بقصد استرداد بيت المقدس في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة. وإلى اللقاء في الموضوع القادم إن شاء الله تعالى، وشكرا على حسن استماعكم.